يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر لوحده ما يكفي. ازيكم يا رجاله؟ الحمد لله. الحمد لله. انا جاي النهارده ان شاء الله عشان الجزء اللي كان فاتكم من الكلام اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في نقطه ازاي اتدين. لا انا نفسي اتدين، بس عاوز اعرف البدايه تبقى منين، لان ساعات الواحد بيبقى في البدايه بيبدا وبعد كده بينتكس فالبدايه ويستمر على البدايه دي، فعاوز اعرف البدايه تبقى منين على طول دايما. تمام ما شاء الله. ده اللي انا هقوله، ده اللي احنا عاوزين نقوله، ان قعدتك انت ومصطفى يعني الاثنين عكس بعض، اللي هي نقطه ايه؟ حد متاخر في انه ياخد الخطوات، وحد ماشي بسرعه قوي في الخطوات. فاحنا هنتكلم في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان حد يحب يتدين كان بيقول له ايه؟ كان بينصحه بايه؟ يقول له يبدا منين؟ هل يبدا جامد ولا يبدا بالراحه؟ ازاي اتدين؟ فاكرين احنا من الحاجات اللي كنا قايلين عليها ان احنا عاوزين نعملها نقطه ان احنا نتعلم ازاي نتدين وازاي نتفوق وازاي نتطوع، مش مجرد ان احنا نبقى بنقول تلاته تكه وخلاص. فانا عاوز يا عمرو النهارده ان احنا ناكد على نقطه تدين دي. ايه المطلوب يعني من تدين؟ ايه المطلوب مني يا مصطفى ان انا اعمله بالظبط من غير ما اقل ولا انقص؟ ايه الخطوات بالظبط؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار شديد جدا، هو حديث واحد احنا نحفظه ونفهمه، حدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخطوات اللي نمشي عليها خطوه خطوه عشان نتدين صح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزه في الحديث القدسي ان ايه الخطوات؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ان اول حاجه الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. انتوا متخيلين يا جماعه؟ الحديث ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ايه المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه لنا عشان نمشي في الدين خطوه خطوه. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في الحديث القدسي انك ابدا انت اول شبر. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول من جاءني هرولة على طول، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيدل لك انك ابدا باول شبر. والحديث اللي بعده الشبر ده يكون ايه؟ ايه اول شبر انا ابدا بيه؟ بس انا حاسس دكتور اني ببقى بعيد عن ربنا والمسافه بعيده، عشان يعني بقول ان انا اتوصل للمسافه دي بحط لنفسي ان انا تقريبا مش هوصل لها خالص، مش هوصل ما تحطش في دماغك كده يا عمرو، هو ربنا سهل عليك الطريق مهما كانت المسافه ما بينك وبين ربنا طويله، ومهما كنت حاسس انك بعيد عن ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لك قرب انت بس اول شبر، بس انت تقرب، وربنا سبحانه وتعالى هيقتصر المسافه ما بينك وما بينه وهتقرب له باسرع مما كنت تتخيل. القضيه يا مصطفى نقطه ايه هو اول شبر؟ اول خطوه انا ابداها في الدين ايه؟ اول حاجه افتكر ان شبر، ابدا بشبر. وما ينفعش ان انا اخش يا مصطفى مره واحده، يعني انا بقول لك اللي وضعكم عكس بعض. فانا بقول لك نقطه ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قال صلى الله عليه وسلم ان الدين متين فاوغل فيه برفق، فما شاد الدين احدا الا غلبه. لا ينفع ان انا افضل خايف اقرب لان الطريق طويل، ولا ينفع ان انا اقول يلا انا اخش في كله مع بعضه لان ممكن اقع. انت معايا؟ فالقصه اللي احنا عاوزين نتفق عليها دلوقتي نقطه ايه؟ ايه هو اول شبر؟ اول شبر ايه هو يا مصطفى؟ الفرائض، اللي هي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ان اول حاجه الفرائض. اول حاجه يا عمرو صلاتك. اول حاجه صلاتك. انت اخبار صلاتك ايه يا عمرو؟ في الصلاه طبعا الواحد بيحاول ينتظم فيها، بس اكيد واحد ساعات في حاجات طبعا تقع منه ما بيصليهاش في وقتها هي اول خطوه يا عمرو الصلاه. هي الصلاه اول ما يحاسب عليه المرء الصلاه. فان صلحت صلح العمل كله، وان فسدت فسد العمل كله. هي دي اول حاجه. اقم صلاتك تصفو حياتك بجد. صلاتك لو اتظبطت واتعدلت بجد كل حياتك هتتظبط بعدها
يقينا. قبل ما نتكلم عن اي عبادات، اول حاجه فرض علينا وكل لازم نعملها التوبه. لما تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ويقول توبوا الى الله واستغفروا اليه فاني استغفر الله في اليوم 100 مره. 100 مره النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر. فاول حاجه اتوب. تلاقي دايما ربنا يقول الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. فقبل اي حاجه التوبه. بعد ما اتوب الى الله سبحانه وتعالى توبه نصوح صادقه ان شاء الله، واكون ناوي ان انا لا اعود لذنب ابدا، ابدا بعد كده اعمل اعمال صالحه من اولها الفرائض. من اول هذه الفرائض الصلاه زي ما قلنا. بعد الصلاه يا جماعه من اهم الحاجات اللي احنا لازم نعملها ان احنا نتمم باقي الفرائض. الصلاه ما هياش الفرض الوحيد. عندنا صيام زي صيام رمضان اللي احنا فيه، نحاول ان احنا نتقن الصيام على قد ما نقدر. لو حد استحقت عليه الزكاه يحاول انه يطلع الزكاه، وهكذا نتمم الفرائض. حاجه زي الحج، واحد يقول لك يا عم انا لسه بدري لما اكبر. في شباب ومعاه فلوس ومعاه دخل ومأجل الحج جدا. فاول حاجه ان احنا نتم الفرائض. من الفرائض المنسيه جدا بر الوالدين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. دي نقطه ناس كتير بتغفل عنها. في ناس بتحسب ان بر الوالدين ده من حسن الخلق، ان انا اخلاقي كويسه فانا ببر اهلي. انما ما انساش ان ربنا سبحانه وتعالى خلى بعد عبادته على طول بر الوالدين. فدي نقطه مهمه جدا ما ينفعش ان احنا نغفلها ولا ننساها ابدا يا جماعه. بعد كده بعد ما انا اتم الفرائض ابدا ان انا ادخل في النوافل. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. طيب انا عاوز اقول لك على حاجه. تعال لو احنا نشوف كل الذنوب او المعاصي اللي انت بتقع فيها او مضايقاك او كده، لو جيت تقسمها هتلاقي انها متقسمه زي ما في الحديث بالظبط. هتلاقي في معاصي السمع زي الاغاني والحاجات الايه اللي الواحد يسمعها، معاصي البصر زي اطلاق البصر، خلاص ان الواحد يشوف حاجه غلط، يشوف افلام، يشوف كذا. معاصي اليد، لو الواحد يعمل معصيه بايده او يلمس امراه لا تحل له او عاده سيئه او غيرها. معاصي الرجل، ان الواحد يمشي لمشوار حرام او يمشي مع بنت او يقف مع بنت او يستثقل طاعه او النزول لطاعه والمشي الى طاعه. من ضمن الحاجات اللي بتبقى مثلا الواحد لسه بيبقى عاوز يقبل على ربنا او الصلاه، بس بتلاقي بقى الكسل في وقت الصلاه، النوم، بيبقاش ممكن يسمع الاذان بس الكسل بقى عليه مش قادر ينزل يصلي. هي اكبر مشكله آفة الكسل دي فعلا. فاللي احنا عاوزين نقوله ان ربنا سبحانه وتعالى اداك الحل الرائع لكل مشاكلك وكل معاصيك في كلمه واحده بس. ايه هي؟ انه يحبك بس. ان كل المعاصي اللي صعبه عليك وشايف انك ما انتش قادر تبطلها، كل الحل ان ربنا يحبك. ماذا لو احبك الله؟ ربنا بيعلمنا وقال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فهو ده الحل الرائع اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان هو حل كل ذنوبك. الحل في كلمه واحده بس، حتى احبه. ان ربنا يحبك يا عبد، هتلاقي ان فعلا كل مشاكلك اتحلت. هتلاقي انك بقى سهل عليك. شوف ربنا قال فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. هل يا مصطفى لما ربنا سبحانه وتعالى لما حد ينطبق عليه قول الله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به، هل هيلاقي صعوبة في انه يبطل انه يسمع موسيقى واغاني؟ لا طبعا. طيب هل يا عمرو لما حد ينطبق عليه قول الله كنت بصره الذي يبصر به، هل هيلاقي مشكلة في غض البصر؟ لا مش هيلاقي مشكله، بس هيلاقي مشكله قبليها. في ايه بقى؟ اللي هو يوصل لدرجه ان ربنا يحبه. هوصل ازاي وانا لسه ما عنديش حاجه عشان اوصل بيها للدرجه دي؟ انا بقول ان احنا هنقيم الفرائض ثم النوافل، والنوافل هي طريق الحب. انا عاوز اقول لك بس الاول ماذا لو احبك الله؟ اللي ينطبق عليه قول الله تعالى كنت يده التي يبطش بها. هل هتبقى عنده اي مشكله مصطفى في انه هيقدر ان هو يسلم على بنت او هيعمل معصيه كذا او كذا او كذا؟ هل هيقدر؟ انا ببقى حاطط ربنا سبحانه وتعالى قدامه. صح، وربنا هيحفظ ربنا يحفظه. فممكن شاب من الشباب اللي بيبقى بيعاني من المشكله الرهيبه اللي بيعاني منها شباب كتير جدا في معاصي السر باليد وهكذا، ممكن يكون حلها الحقيقي مع غض البصر وهكذا والبعد عن مواضع الفتنه ان ربنا يحبك. فلما ربنا يحبك مش هتقدر تعصاه بايدك ابدا. فاهمني؟ لما حد ينطبق عليه قول الله تعالى كنت رجله التي يمشي بها. لما حد ينطبق عليه قول الله
كنت رجله التي يمشي بها. هل هيقدر يقف بالساعتين مع بنت؟ هيقدر يفضل واخد النادي ماشي رايح جاي وقف مع بنت؟ لا. وكذا او في اي معصيه مش هيقدر يمشي في معصيه. الافضل من كده، هل هيلاقي ان رجليه تقيله في انه مكسل ينزل في المسجد؟ لا. يبقى اللي انا عاوز اقوله في الرد على نقطه الكسل اللي كان عمرو بيتكلم فيها دلوقتي، نقطه ان من علاج الكسل ان ربنا يحبك. ان ممكن لما ربنا سبحانه وتعالى يحبك ايه اللي يحصل؟ انك تتحمس وتلاقي رجلك نفسها بتاخدك وتتحمس انك تنزل تعبد لمقابله ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. شوف لما تشوف في الايه ولكن ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى يا جماعه موضوع الكسل والنشاط ليه علاقه بحب ربنا او كره ربنا للعبد. فلما ربنا سبحانه وتعالى يحب عبد هيشجعه وهيعالج له الكسل اللي عنده، والكسل اللي عنده هيقل جدا. انما لما واحد يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكره انبعاثه فثبطهم. يشوف انك يبقى الكسل والتثبيط جاي منين؟ وقيل اقعدوا مع القاعدين. صدقني مفتاح الحل للتدين هو ان ربنا يحبك. يا دكتور انا همشي في الطريق ده ازاي؟ يعني ابدا بايه ثم ايه ثم ايه؟ يعني مراحل بقى. تمام. فاكر لما احنا كنا بنتكلم دلوقتي في الفرائض واحده واحده، كذلك بالنسبه لي السنن امشي فيها واحده واحده. يعني مش لازم ان انا ابدا قيام الليل 11 ركعه من اول يوم، لا، زي ما قلنا ان الدين متين فاوغل فيه بايه؟ برفق، خطوه خطوه، فما شاد الدين احدا الا غلبه. فهي دي القصه، ان انا ابدا واحده واحده. ابدا اصلي السنه بعد الفروض، خلاص احوط الفروض بتاعتي كده بسور يحميها من السنن. ان انا ابدا اصلي قيام الليل، ان شاء الله ابدا بركعه وتر يا عمرو. المهم ما يضيعش ليله الا لما تصلي الركعه دي. بعد كده 3 5 7 اتدرج واحده واحده لحد ما اوصل ل 11، وده اللي احنا بنتعلمه في رمضان. امشي، خد يا عم نظام زي ما بيقولوا حتى في الانجليش ستيب باي ستيب فورورد، بشرط ان نيفر ستيب باكورد. امشي خطوه بخطوه في الطريق الله لقدام وبراحتك خالص، بشرط ان الخطوه اللي تطلعها لقدام تعاهد ربنا انك ما ترجعهاش لورا ابدا وما تستعجلش يا مصطفى. دي القصه اللي انا بقولها لك. انا مش عاوزك يعني طبعا احب الاعمال الله ادومها وان قال. انا عارف انك ما شاء الله متحمس وعلى طول بتروح وبتعمل كده، ما تضغطش على نفسك زياده عن اللزوم عشان ما ترجعش تكسل. ثبت طاعات وتدرج فيها واحده واحده لحد ما الدنيا تظبط معاك ان شاء الله. خلاص. فدي النقطه دي. فقلنا مثلا ايه؟ نوافل زي السنن، نوافل زي صيام النوافل، صيام اثنين وخميس، صيام 13 و14 و15. ازاي كل يوم انت بتصومه بتقرب من ربنا فيه اكتر، وربنا سبحانه وتعالى بيحبك اكتر، وهكذا. والنوافل كتير بقى يا جماعه. كل الاعمال التطوعيه اللي احنا بنعملها في التطوع في احلى شباب، كل دي من النوافل، من مساعده الناس واحده واحده لحد ما ربنا يحبك. وانت بتطعم الفقير، وانت بتطعم المسكين، وانت بتساعد المحتاج، وانت بتغيث الملهوف، وانت ماشي بتسعى في حاجه الارمله والمسكين، وانت بتكفل الايتام. كل دي خطوات في الطريق الى محبه الله سبحانه وتعالى اللي بعدها يكون حل كل مشاكلنا. طيب انا ماشي في فرائض ونوافل، لازم علم. ما ينفعش ان انا اعبد على جهل، لازم ان انا اطلب علم وعلى قد ما اقدر وباللي يتناسب مع ظروف دراستك وظروف شغلك. ابدا كتاب، احضر درس ولو درس في الاسبوع. المهم ان انا يكون في حياتي طلب علم، على اقل تقدير اتعلم فقه العبادات الاساسيه اللي اقيم بها عبادات فقه الصلاه وفقه الطهاره. ما ينفعش ان انا اقول انا عاوز اتدين ومفيش علاقه ما بيني وما بين القران. القران هو من اكتر الحاجات اللي هتثبتك بجد. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فشوف الانسان اللي يحفظ هذا الذكر ربنا يحفظه ولا لا؟ فبجد احفظ الله يحفظك، احفظ القرآن يحفظك. فلازم يكون في حياتك فرائضك، بتقيم الفرائض، بتقرب لله سبحانه وتعالى بالسنن والنوافل واحده واحده، بتحاول تطلب علم، بتحاول تقرا قرآن وتحفظ قرآن، تبقى انت ماشي في الطريق. وفي حياتك بقى كلمه الالتزام اللي الناس كتير بتبقى مفخماها، احنا مش عاوزين نسمي المسميات بغير مسمياتها، عاوزين نسميها القرب من ربنا. القرب من ربنا يا جماعه الاصل فيه حاجتين. ايه هو؟ ان انا ببطل معاصي
وبقرب لربنا سبحانه وتعالى بطاعات، دي حياتي. بقلع عن الذنوب نهائيا وبقرب لربنا سبحانه وتعالى بالطاعات واحده واحده. طب انا ممكن ابطل الذنوب برضو واحده واحده؟ لا، شوف لما كنا بنقول ان الدين متين فاوغل فيه برفق، انك لما تيجي تتدرج في الطاعه تتدرج واحده واحده. المعصيه لم يذكر فيها التدرج، ولكن انك تقلع عن المعصيه مره واحده. تعال نشوف حاجه زي السجاير، واحد يقول لك بص انا بشرب علبه، طب انا هشرب 10 سيجارات، 5 سيجارات، سيجارتين، سيجاره، علبتين على طول. لا، تدرج في الطاعات خطوه خطوه. انما المعاصي اترك مره واحده، اترك لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولا بد. كل ده وسط صحبه صالحه تساعدك على هذا الامر. اهم حاجه هتثبتك، واهم حاجه نختم بيها يا جماعه، اهم حاجه هتساعدك على انك تحافظ على فرائضك وتقيم السنن وتطلب علم وتحفظ قرآن، هي الصحبة الصالحة. هي أكتر حاجة هتثبتك على الدين. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج يا جماعة حد يثبته على الدين؟ على الرغم من كده ربنا نصحه إنه يصبر نفسه مع الصحبة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. بس فدي ببساطة شديدة جدا إزاي الواحد ممكن يتدين خطوة بخطوة. تمام كده يا باشا؟ يلا ربنا يبارك فيكم يا رجاله. يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان وشهر الوحد ما يكفي. يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان وشهر